ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن رسالة أو اتفاق سياسي كان له شديد الأثر في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم أجمع. الاتفاق ده كان سبب مباشر في إنشاء كيان مغتصب وتدمير أرض لشعب قائم منذ آلاف السنين. الاتفاق ده أو الرسالة هي وعد بلفور. فيلا بينا نعرف ايه الحكاية من أولها. في ظل الظروف اللي بتمر بيها منطقتنا وشعوبنا العربية كان لازم نعرف هو ايه اللي بيحصل حوالينا، وده يخلينا نرجع لأصل الحكاية من الأول. وعد بلفور هو بيان علني أصدرته الحكومة البريطانية بتواطؤ غير عادي منها خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس وطن قومي لليهود، طبعا على أرض فلسطين اللي كانت منطقة عثمانية بيسكنها أقلية من اليهود بيمثلوا حوالي أقل من 5% من تعداد السكان. وكان نص البيان بيقول: تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. ضمن هذا الوعد ضمن رسالة بتاريخ 2 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1917 موجهة من وزير خارجية المملكة المتحدة اللي هي انجلترا آرثر بلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، أحد أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني، وذلك لنقلها إلى الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى. نرجع لورا شوية. بعد إعلان إنجلترا الحرب على الدولة العثمانية في نوفمبر سنة 1914 مع بدايات الحرب العالمية الأولى، وبحلول أواخر عام 1917 ووصول إنجلترا في الحرب العالمية الأولى إلى طريق مسدود، حاولت تعمل كسر لحالة الجمود في المنطقة الواقعة جنوب فلسطين، وبالفعل أغارت قوة من المشاة المصرية التابعة للإمبراطورية البريطانية على جيش الإمبراطورية العثمانية المتواجد في منطقة بئر السبع. استولوا عليها بعد مساعدة من وحدات خاصة من جيش الإمبراطورية الألمانية، وتم احتلال بريطانيا لفلسطين. وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى وفي سرية تم عقد اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا، وتقسيم أراضي الدولة العثمانية اللي كانت بتسيطر على هذه المناطق، وده طبعا بفرض إن الوفاق الثلاثي الأوروبي هينجح في هزيمة الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. بعد انتهاء الحرب سنة 1918 تم تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم الدول العربية اللي كانت تحت السيادة العثمانية، وكانت شمال العراق وسوريا ولبنان من نصيب فرنسا، أما الأردن وجنوب العراق وفلسطين كانت من نصيب بريطانيا. نسيت أقول لكم، كان في وعد كده من حكومة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى لشريف مكة الحسين بن علي إنه هتكون المنطقة دي كلها من نصيب العرب لإقامة دولة عربية كبرى، وده في مقابل إن شريف مكة يقوم بإشعال ثورة على العثمانيين في المنطقة العربية بغرض إضعافهم داخليا علشان تقدر بريطانيا وفرنسا على هزيمتهم في الحرب. شريف مكة نفذ المطلوب، وبعد هزيمة الدولة العثمانية وتقسيم المنطقة على فرنسا وبريطانيا، بريطانيا طلعت لسانها لشريف مكة وقالت له: معلش هنبقى نشوف لك حتة تحكمها في الصحراء. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم الدول العربية أصبحت فلسطين من نصيب بريطانيا، وهنا بدأت الحركة الصهيونية في الضغط على بريطانيا لتنفيذ وعدها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. والحركة الصهيونية دي هي منظمة عالمية يهودية أنشئت سنة 1897 في مؤتمر بازل بسويسرا، وكان هدفها الرئيسي إقامة وطن ودولة لليهود في فلسطين تحديدا، وكان مؤسس المنظمة دي هو تيودور هيرتزل. وعلشان عمل المنظمة دي ينجح كان لازم دعم مالي كبير، فتم إنشاء بنك صهيوني سنة 1899، وفي سنة 1901 تم إنشاء الصندوق القومي اليهودي
بهدف جمع الأموال من اليهود ودول أوروبا بغرض بناء مستوطنات في فلسطين. كان من أبرز الداعمين الماليين لليهود البارون إدموند روتشيلد، وهو عضو في الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية، وكانت تبرعاته السخية سبب رئيسي في إنشاء دولة إسرائيل. مع ازدياد الضغط الصهيوني على إنجلترا ودول أوروبا، ومع سابقة كره أوروبا وروسيا لليهود وحلمهم بالتخلص منهم بأي ثمن، ومع تنامي معاداة اليهود وبرامج الإبادة لهم في روسيا القيصرية وفي أوروبا، أصبح الحل الوحيد أمام دول أوروبا هو التخلص من اليهود وتأسيس دولة لهم في فلسطين بعيدا عن أوروبا، يعني الكل كان متواطئ. في 22 مارس سنة 1917 بدأت النقاشات بين الحلفاء وبين حايم وايزمان، وهو يعتبر أشهر شخصية صهيونية بعد تيودور هيرتزل، وكان أول رئيس لدولة إسرائيل سنة 1949. بدأت النقاشات بلقاء بلفور ووايزمان في وزارة الخارجية البريطانية، ثم أتبعوه بالتجول في جميع أنحاء أوروبا من إيطاليا وروسيا وفرنسا وحتى الفاتيكان، للحصول على تأييدهم لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وصولا إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي توماس ويلسون. في يوم 31 أكتوبر سنة 1917 تم اتخاذ قرار إعلان الوعد من قبل حكومة الحرب البريطانية، وفي يوم 2 نوفمبر سنة 1917 تم إرسال الوعد ضمن رسالة موجهة من وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بيلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد لنقلها إلى الاتحاد الصهيوني. وفي 24 إبريل سنة 1920 أعلن رسميا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ومن التاريخ ده بدأت الحركة الصهيونية العالمية في دعم هجرة اليهود من جميع أنحاء أوروبا والعالم إلى أرض فلسطين لإقامة دولتهم المزعومة، لتبدأ سلسلة من التدفقات لليهود بلا توقف بعد موافقة الإدارة المدنية البريطانية المنتدبة على فلسطين برئاسة المندوب السامي هربرت سامويل عضو مجلس اللوردات البريطاني على أول مرسوم هجرة يهودية، وده كان في أغسطس سنة 1920. مع تزايد حدة الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين اندلعت الاضطرابات والاشتباكات في مختلف مناطق فلسطين. كان من أبرز الاضطرابات دي ما حدث في مدينة يافا في إبريل سنة 1920 ليلة الاحتفال السنوي لموسم النبي موسى، وقتل فيها 5 يهود وجرح حوالي 200 يهودي، وفي المقابل استشهد 4 فلسطينيين وجرح 21 فلسطيني. فتحت الحكومة البريطانية تحقيق وشكلت لجنة سمتها لجنة بالين لمعرفة أسباب الحادث، لكن طبعا بضغط صهيوني وتواطؤ بريطاني معهود تم قفل التحقيق. استمر نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني، ووقعت اشتباكات أخرى في مدينة يافا في مايو سنة 1921 مطالبين بإسقاط وعد بلفور، وراح ضحيتها المرة دي مقتل 47 يهودي واستشهاد 68 فلسطيني. ولمحاولة عمل توازن بين الكفاح المسلح والكفاح الدبلوماسي، أرسل الفلسطينيين الوفود السياسية إلى لندن للمطالبة بحقوقهم في سنة 1921 و1922، لكن بلا أي طائل. في 6 يوليو سنة 1921 أعلنت عصبة الأمم مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين، وتم التصديق عليه في 24 يوليو سنة 1922. وحرص محررو صك الانتداب على الإشارة إلى أنه جاء بناء على وعد بلفور، وأكدت بريطانيا فيه على المشروع الصهيوني، وأقرت بوجود صلة تاريخية لربط الشعب اليهودي بفلسطين. وكمان تضمن صك الانتداب التركيز على تجهيز البلاد سياسيا واقتصاديا وإداريا بشكل يضمن إنشاء وطن قومي لليهود، وضمان التزام بريطانيا بتسهيل الهجرة اليهودية والتشجيع على استيطان الأراضي. مع اشتداد الاضطرابات بين الفلسطينيين واليهود، بدأ اليهود الصهاينة في تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة لصالح المنظمة العسكرية الصهيونية المعروفة بالهجناء، اللي أدى إلى ازدياد خوف الفلسطينيين من تشريدهم خارج أرضهم بتواطؤ من الحكومة البريطانية.
ونتيجة للقمع البريطاني وأشكال العنف المتعددة ضد الفلسطينيين وإعدام رموز فلسطينية على يد الحكومة البريطانية في أغسطس سنة 1929، بدأت منظمات فلسطينية شبه عسكرية في التشكل، منها جماعة اليد السوداء بقيادة عز الدين القسام، اللي استشهد في كمين بريطاني محكم في 20 أكتوبر سنة 1935. أدى اغتيال القسام إلى إشعال فتيل الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936، وده تزامنا مع زيادة الاستيلاء اليهودي على الأراضي وزيادة الهجرة وزيادة القوانين البريطانية المتواطئة لترسيخ التهجير. في 17 يونيو سنة 1946 بدأت سلسلة من الهجمات الصهيونية ضد البريطانيين في تل أبيب والقدس، وتفجيرات لعدة مناطق للإدارة المدنية البريطانية، وأعلنت أمريكا دعمها للمشروع الاستيطاني الصهيوني وإعلان تقسيم فلسطين. في 9 إبريل سنة 1948 أبادت العصابات اليهودية الصهيونية قرية دير ياسين الفلسطينية عن بكرة أبيها، واستشهد جميع سكانها البالغ عددهم وقتها 279 شهيد، معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال. ومع ازدياد الأعمال العدائية والإرهابية ضد بريطانيا في فلسطين، أعلن وزير الدفاع البريطاني آرثر جونز قرار بريطانيا بإنهاء الانتداب على فلسطين وتسليمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 15 مايو سنة 1948 أعلن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وبداية إعلان قيام دولتين يهودية وفلسطينية. وقامت المنظمات الصهيونية بإعلان قيام دولة إسرائيل، وده بعد تهجير حوالي 950 ألف فلسطيني عن طريق المذابح والترهيب إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة من أصل 1,400,000 فلسطيني. ده كان شرح مبسط لوعد بلفور والتواطؤ البريطاني الأوروبي الأمريكي على الفلسطينيين والمنطقة العربية، واللي لسه توابعه موجودة لغاية النهاردة، واللي بتشهده منطقتنا العربية النهاردة من حروب وأهوال ما هو إلا حلقة في مسلسل التواطؤ العالمي لسرقة أرض فلسطين ودعم اليهود الصهاينة بشكل غير عادي للسيطرة على مقدرات ومقدسات شعوبنا العربية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.